والمجال اللي بعد كده ديسكتوب ديفلوبمنت، وده ببساطه المجال المسؤول عن البرامج اللي مستخدمها على الكمبيوتر او اللابتوب بشكل مباشر، زي فوتوشوب ووورد وبرامج المونتاج وحتى الالعاب اللي بتتسطب على الجهاز. المجال ده بيخليك تبني برامج تشتغل على انظمه التشغيل زي ويندوز او ماك او اس او لينكس. والميزه هنا ان البرامج دي بتبقى سريعه ومستقره لانها بتشتغل مباشر على الجهاز. خلينا نبسطها كده، لو ناوي تبرمج لتطبيقات ويندوز فغالبا هتعلم سي شارب مع دوت نت فريم ورك، وده من اكتر الحاجات المستخدمه في المجال ده. ولو بتفكر تشتغل على انظمه تانية زي ماك او لينكس ممكن تتعلم لغات زي بايثون او سي بلس بلس او حتى جافا لانها بتشتغل على كل الانظمه دي بسهوله. وفي كمان ادوات حديثه زي الكترون دوت جي اس، ودي بتخليك تستخدم لغات الويب زي HTML و CSS وجافا سكريبت عشان تبني تطبيق ديسكتوب، زي ما عملوا برامج مشهوره دلوقتي زي فيجوال ستوديو كود وديسكورد. الميزه في المجال ده مناسب جدا للناس اللي بتحب تشوف نتيجه شغلها بسرعه، ومن هنا بتبدا تطور وتضيف مميزات اكتر من لحد ما توصل لبرامج احترافيه فعلا. لانك ممكن تبدا بمشاريع بسيطه زي آلة حاسبه او تطبيق النوتس بسيط، ومن هنا تبدا تطور وتضيف مميزات اكتر لحد ما توصل لبرامج احترافيه فعلا. ولو ركزت على المجال معين زي التطبيقات الانتاجيه او برامج الشركات هتلاقي فرص شغل كويسه جدا، خصوصا في الشركات اللي لسه بتشتغل بانظمه محليه.